الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله مولانا العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه ثقة واستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وبالسند المتصل إلى الشيخ الإمام العالم الهمام الحافظ الحجة القاضي أبي الفضل عياض بن موسى اليحسبي رحمه الله تعالى إلى أن قال في فصل: واعلم أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان في حال حياته، وذلك عند ذكره صلى الله عليه وسلم وذكر حديثه وسنته وسماع اسمه وسيرته ومعاملة آله وعترته وتعظيم أهل بيته وصحابته. قال أبو إبراهيم التجيمي: واجب على كل مؤمن متى ذكر عنده أن يخضع ويخشع ويتوقر ويسكن من حركته ويأخذ في هيبته وإجلاله بما كان يأخذ به نفسه لو كان بين يديه في حياته. قال القاضي أبو الفضل: هذه كانت سيرة سلفنا الصالح وأئمتنا الماضين رضي الله عنهم.
حدثنا القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الأشعري وأبو القاسم أحمد بن بقي الحاكم وغيره وواحد فيما أجازنيه قالوا حدثنا أبو العباس أحمد بن عمر بن تلهاث قال حدثنا أبو الحسن علي بن فهر حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن فجر حدثنا أبو الحسن عبد الله بن المتاع حدثنا يعقوب بن إسحاق بن أبي إسماعيل حدثنا أبو حميد قال نظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له مالك يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجد فإن الله تعالى أدب قوما فقال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي الآية، ومدح قوما فقال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله الآية، وذم قوما فقال إن الذين يبايعونك الآية، وإن حرمته ميتا كحرمته حي. فاستكان له أبو جعفر وقال يا أبا عبد الله أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ولما تصرف وجهك عنه فهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله تعالى يوم القيامة، بل استقبله واستشفعه فيشفع الله لك. قال الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك الآية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأسعد الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وبالسند المتصل إلى الشيخ الإمام العالم الهمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ورضي عنه إلى أن قال: باب اختباء النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الشفاعة لأمته. وبه قال حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة يدعوها، فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وبه قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وبه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثني شعبة عن محمد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة دعا بها في أمتي فاستجيب له، وإني أريد إن شاء الله أن أؤخر دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وبكائه شفقة عليهم. وبه قال حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا بكر بن سوادة حدثه عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني الآية. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عباده، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل:
يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد رسول الله. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه، وصل على سيدنا محمد أضعاف ما صلي عليه، وصل على سيدنا محمد كما هو أهل بالصلاة عليه. وزد اللهم هذا النبي الكريم شرفا على الشرف الذي أوليته، وعزا على عزه الذي أعطيته، ونورا على نوره الذي منه خلقته وشبيته. وبالسند المتصل إلى لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم المغيرة ابن المغيرة البخاري الجعفي رضي الله عنه إلى أن قال: كتاب بدء الوحي. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة رضي الله عنها حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزى ابن عم خديجة، وكان امرؤا تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، معالي السيد وزير الشؤون الدينية المبجل، سماحة الشيخ مفتي الجمهورية التونسية الموقر، جناب السيد والي تونس المحترم، السادة الأئمة الأجلاء والوعاظ الفضلاء، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. الحمد لله الذي شرع الأحكام جلبا للصلاح ودرءا للفساد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائم بالقسط بين العباد، وعلى آله وصحبه وسلم أئمة الهدى والرشاد. عنوان محاضرتي إليكم: دور مقاصد الشريعة الإسلامية في إرساء العدالة الاجتماعية والاقتصادية. وبعد، إنه لا امتراء في أن أفعال الله تعالى منزهة عن العبث، وهو ما يقتضي الجزم بأن ما وضعه من الشرائع قد نيط بالحكمة، وأن ما شرعه من الأحكام قد اتخذ وسيلة إلى تحقيق مقاصد مرادة له سبحانه وتعالى، ترجع إلى جلب الصلاح العام للمجتمع في المعاش والمعاد. ولما ثبت أن للشريعة مقاصد في الجملة، انبر الأفراد والعلماء للكشف عنها، وتفاوتوا في هذا المجال تأصيلا وتطبيقا بحسب تفاوتهم في القرائح والفهوم. وقد حاز علماء الزيتونة قصب السبق في هذا المضمار، حيث إن شجرة علم المقاصد الشرعية قد نمت وأورقت حتى أينعت ثمارها مع أعلام تونس، من أمثال الشيخ محمد طاهر ابن عاشور وأقرانه كالشيخ محمد العزيز جعيط والشيخ محمد الخضر حسين وغيرهم من مفاخر بلادنا. وقد ولى علماؤنا وجوههم شطر المعاني والحكم الملحوظة للشارع، سواء كانت من جنس المقاصد العامة التي فشى اعتبارها في جميع أنواع التشريع وفي معظمها، أم كانت من قبيل المقاصد الخاصة الملحوظة في باب واحد أو أبواب متجانسة، أم انتسبت إلى المقاصد الجزئية التي روعيت في حكم بعينه. وفي هذا السياق يتنزل سادات الكرام حديثنا عن العدالة بوصفها مقصدا عاما من مقاصد الشريعة، كما يدل عليه استقراء النصوص قرآنا وسنة وتتبع الفروع الفقهية في مختلف أبواب التشريع، إذ صرح القرآن الكريم بأن العدل هو المقصد من وضع الشرائع، فقال سبحانه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال تعالى في الآية التي عدت جامعة لأصول التشريع: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. والعدل هنا كما ذكر إمامنا ابن عاشور في التحرير والتنوير كلمة مجملة جامعة قصد بها إعطاء الحق إلى صاحبه، وهو وصف فطري جبلي تواطأت على حسنه الشرائع الإلهية والعقول الحكيمة، وأصل جامع للحقوق الراجعة إلى الضروري والحاجي من الحقوق الذاتية، وهي الراجعة إلى علاقة الإنسان بذاته، وحقوق المعاملات نحو المعاملة مع الخالق والمعاملة مع المخلوقين في المجال الأسري والاجتماعي والاقتصادي والقضاء وغيرها. حضرة السادة، إن العدل معنى كلي يتشخص في مجالات متنوعة، لعل من أهمها المجال الاجتماعي والمجال الاقتصادي اللذين هما مناط مداخلتنا. فأما العدل في المجال الاجتماعي فيراد به اشتراك الناس جميعا
في الكرامة والحقوق الأساسية كالتعليم والعمل والخدمات وفق مبدأ تكافؤ الفرص بما يضمن الكرامة الإنسانية للأفراد ويحقق التوازن الاجتماعي بمنع عن التمييز والإقصاء والتهميش. وأما العدل في المجال الاقتصادي فهو مبدأ يهدف إلى تنظيم توزيع الثروة والموارد والفرص الاقتصادية بين الأفراد توزيعاً منصفاً يحقق الكفاية للجميع بعيداً عن الاحتكار والاستغلال. فكيف يتجلى دور المقاصد الشرعية العامة والجزئية والخاصة في إرساء العدالة الاجتماعية والاقتصادية؟ أما في المجال الاجتماعي حضرات الأكارم فإن في الكليات الخمس التي عدت من المقاصد العامة للشريعة ما يفصح عن أثر المقاصد في تحقيق العدالة في هذا المجال، فحفظ النفس بحمايتها من كل ما يسيء إليها من ضر أو فساد هو قدر مشترك بين الناس، لأنه معنى متفرع عن أصل الكرامة الإنسانية التي منحها الله لكل إنسان بقطع النظر عن لونه وعرقه ولغته ومستواه العلمي والمعرفي والاجتماعي وغير ذلك من العوارض الموجبة للتمييز بين البشر. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وحفظ العقل على معنى حمايته من كل ما يغيبه ليكون وسيلة للتلقي والفهم ومناطا للتكليف يضمن حقوقا متساوية للناس في التفكير وتلقي المعارف والعلوم، حتى لا يكون برنامج التعليم مثلا حكرا على أناس مخصوصين بعينهم، بل مجالا يتجلى فيه معنى العدالة وسانحة تتاح لجميع الفئات والشرائح للانخراط في هذا البرنامج. ويشهد لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب طلب العلم على كل مسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وحفظ النسل بمعنى ضمان الاستمرار البشرية وعمارة الأرض بشكل منظم عن طريق الزواج الصحيح وتحريم الزنا والقذف ونحو ذلك يحقق تكافؤ الفرص بين الناشئة في نيل حقوقهم الأساسية من إثبات النسب وتلقي الرعاية اللازمة داخل الأسرة وتوفير بيئة ملائمة للتنشئة والتربية والتعليم وغير ذلك. وفي المقاصد الخاصة للشريعة في مجال الأحوال الشخصية ما يؤكد تشوفها إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، كيف لا؟ وقد وصف ابن عاشور الأحكام التي شرعها الإسلام للعائلة بأنها أعدل الأحكام وأوثقها وأجلها. ومن شواهد ذلك تكفل الله تعالى بقسمة التركات على أساس العدل وعلى أساس تكافؤ حظوظ الوارثين. ومن شواهد ذلك أيضا حث الشارع الحكيم على العدل في العطية بين الأبناء أيضا. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. قال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. ومثل هذه الأحكام العادلة تمنح الفرص المتكافئة لأفراد الأسرة في أن يكون لهم مصدر تملك يسمح لهم بالارتقاء السلم الاجتماعي. وإذن فإننا إذا استقرأنا الأحكام التفصيلية التي استنبطت منها المقاصد الجزئية في مختلف الأبواب الفقهية
تبين لنا أنها ترمي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، فمن ذلك إيجاب الزكاة، فقد فرضها الله سبحانه وتعالى حقا معلوما للفقراء والمساكين، مصداقا لقوله تعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ومن مقاصدها أيضا القضاء على الحرمان والخصاصة، وإحداث التوازن المجتمعي لتحقيق العدل بين مختلف الشرائح والفئات، والتقليص من الفوارق بين الأغنياء والفقراء. كما تتجسم العدالة الاجتماعية في هذا الباب من خلال ما قرره الفقهاء من جواز نقل الزكاة من البلد الذي وجبت فيه إلى بلد آخر، وذلك ليشمل نفعها كل الأقطار والأمصار، ما يرسخ بعمق قيمة العدالة الاجتماعية بين الجهات. ومن أنواع الصدقات الواجبة المفضية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية زكاة الفطر أيضا، وحسبنا في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر صحابته الأبرار بأن يخرجوها، فكان يقول: اغنوهم عن طواف هذا اليوم، أي اغنوا الفقراء عن السؤال في يوم العيد، بغاية أن يفرحوا أبناءهم فيشاركوا أبناء سائر الناس بهجتهم بالعيد بما يشترونه لهم من هدايا، وهو ما يغذي روح المد التضامني بين المسلمين. أيها الحضور الكريم، إن أثر مقاصد الشريعة الإسلامية في تحقيق العدالة الاقتصادية لا يقل في الواقع أهمية عن مما تقدم في تكريس العدالة الاجتماعية، ولا أدل على ذلك في باب المقاصد العامة من حفظ المال الذي يعد من الضرورات الخمس. فمن شأن الشريعة كما يقول إمامنا ابن عاشور أن تضبط نظام إدارته بأسلوب يحفظه، موزعا بين الأمة بقدر المستطاع، وهو ما يمكن من تحصيله وتنميته على نحو يحقق المصلحة الخاصة للأفراد دون إخلال بالمصالح العامة، وهو عين العدالة وملاكها. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى عناية الشريعة بضبط طرق تحصيل الأموال وأساليب إنفاقها والتصرف فيها بقوله: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، وذكر منها حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وقد استنبط الشيخ ابن عاشور في قسم المقاصد الخاصة في كتابه النفيس مقاصد الشريعة الإسلامية أن المقصد الشرعي في الأموال كلها 5 أمور: رواجها، وضوحها، حفظها، ثباتها، والعدل فيها. وفي معنيي الرواج والعدل ما يثبت ويثبت أثر المقاصد الشرعية في إرساء العدالة الاقتصادية. أما الرواج فيراد به حضرات الأكارم دوران المال بين أيدي أكثر من يمكن من الناس بوجه حق. ومن أجل تحقيق مقصد رواج المال شرعت عقود المعاملات لنقل الحقوق المالية بمعاوضة كالبيع والإجارة، أو بتبرع كالهبة والإعارة. وكثر الشارع الحكيم من هذه المعاملات أصنافا تعظم مصلحتها، كالمعاملات المنعقدة على عمل الأبدان مثل القراض والمزارعة والمغارسة والمساقات وغيرها، فإنها من جنس المشاركات التي توجد فرصا متساوية للعمل وتثمير المال بين الناس، وباجتماع مال صاحب المال وعمل المقتدر على العمل يحصل من مجموع ذلك إنتاج رفيع نافع مشترك بين الطرفين يحقق بلا شك العدالة الاقتصادية. كل ذلك يؤدي إلى أن نظام المعاملات في الإسلام يشيد ركائز مجتمع متين متوازن تتكافأ فيه الفرص بتيسير دوران المال والحيلولة دون استقراره في يد واحدة تستبد به، وهو مقصد شرعي
نبه إليه القرآن الكريم في كلام رب العالمين كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وأما العدل في المعاملات المالية فيراد به حصول المال ملكا وتكسبا بطرق بعيدة عن الظلم والفساد كالتحيل والرشوة والغصب والسرقة، وهو ما أجملته القاعدة القرآنية في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فالمال شرعا لا يتوصل إليه إلا بعمل أو بعوض مع مالكه أو بتبرع أو بإرث، وقد اعتنت الشريعة بالمال العام والمال الخاص عناية لا مزيد عليها، فمنعت الاكتناز والتبذير وحجرت التصرف على السفهاء بما يحقق العدل ويقاوم الفساد. وإذا نظرنا سادات الأكارم في المقاصد الجزئية ألفينا أن الحكمة الملحوظة في كثير من الأحكام هي تحقيق العدالة الاقتصادية، فالحث على التكسب وضمان حق العمل لكل أفراد المجتمع من غير تمييز يقضي على البطالة ويقلص من الطبقية والفوارق الاقتصادية، ويتيح لكل فرد التماس أسباب الرزق من الأرض واستخراج خيراتها بالفكر والمال والساعد. قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. والأمر بالتوازن في التصرف المالي والاعتدال في الإنفاق إنما يرميان بلا شك إلى تحقيق العدالة الاقتصادية، كما يؤكده قول الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ومنع الاحتكار المستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ محقق للعدالة الاقتصادية، إذ الاحتكار ولا سيما في المواد الأساسية ضرب من الظلم الذي تقدم فيه المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، ما يعود على النسيج الاقتصادي والاجتماعي للأمة. أيها الحضور الأفاضل، تبين لنا بما لا يدع مجال للشك أن لمقاصد الشريعة بمختلف مراتبها العامة والخاصة فوائد كثيرة، منها السلم الاجتماعي والأمن الاجتماعي والاستقرار النفسي والمعيشي، وهو ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: ترى المؤمنين في تراحمهم وتعاطفهم وتوادهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ختاما، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يرزقنا ووالدينا وأهلينا وجميع المؤمنين العتق من النيران في شهر القرآن، وأن يمن علينا بواسع فضله وجوده وكرمه وامتنانه، وأن يجعل أعمالنا في هذه العشر الأواخر موافقة لليلة القدر المباركة، فنفوز بخيرها وقدرها وبركتها وفضلها، وأن يجعل عيد الفطر المبارك الذي نستقبل ميمونا مباركا سعيدا علينا وعلى رئيسنا وبلادنا وشعبنا والمسلمين في كل مكان. اللهم يا ربي ألهم بلادنا الأمن والأمان، وحقق في بلادنا الأمن والأمان والسلم والسلام بجاه عبدك وحبيبك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. كل عام وتونس رئيسا وحكومة وشعبا بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على المصطفى بديع الجمال وبحر الوفاء، وصل عليه كما ينبغي الصادق محمد عليه السلام، صلاة تدوم وتبلغ إليه نور الليالي وطول الدوام. إلهي سألناك بالمصطفى قل عثرتنا يا مقيل العثرات. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
صل على محمد وعلى سادتنا آله وصحبه الكرام. الحمد لله منشي الخلق من عدم، ثم الصلاة على المختار في القدام. من تذكر جيران بذي سلام، مزجت دمعا جرى من مقلة بدم. أم هبت الريح من تلقاء كاظمة، وأومض البرق في الظلماء من عظام. فما لعينيك إن قلت اكففا متى، وما لقلبك إن قلت استفيق يهيمي. أيحسب الصب أن الحب منكتم، ما بين منسجم منه ومضطرب. لولا الهوى لم ترق دمعا على ضلال، ولا أرقت لذكر المال والعلم، ولا أعارتك ثوبي عبرة وضانا ذكر الخيام وذكر ساكن الخيام. فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقام، وأثبت الوجد خطي عبرة وضانا مثل البهار على خديك والعلم. نعم سرى طيف من أهوى فأرقني، والحب يعترض اللذات بالألم. يا لئيمي في الهوى العذري معذرة مني إليك، ولو أنصفت لم تلومي. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منقسم. فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يزالوا في علم ولا كرم. وكلهم من رسول الله ملتمس، غرفا من البحر أو رشفا من الديام. وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكام. فهو الذي تم معناه وصورته، ثم اصطفاه حبيبا بريء النسب منزه عن شريك في محاسنه. فجوهر الحسن فيه غير منقسم. دعم ادعتهم نصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظام. فإن فضل رسول الله ليس له حد غيب عنه ناطق بفم. لولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب. وأحسن منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، لأنك قد خلقت كما تشاء. ولم تكن
برسول الله نصرته إن تلقاه الأسد في أجامها تجيم من يعتصم بك يا خير الورى شرفا الله حافظه من كل منتقم ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منتصر أحل أمته في عرز ملته كالليث حل مع الأشبال في أجام كم جدلت كلمة الله من جديل فيه وكم خصم القرآن من خصم كفك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتوم خدمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم إذ قلداني ما تخشى عواقبه كأنني به هدي من النعم أطعت غاية الصبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم فيا خسارة نفسي في تجارتي ألم تشتري الدين بالدنيا ولم تسومي ومن يبع آجلا منه بعاجله يبن له الغبن في بيع وفي سلام إن أتي ذنبا فما عدي بمنتقد من النبي ولا حبل بمنصرم فإن لي ذمة منه بتسمية محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم. ليلة القدر يا عظيمة القدر ليلة القدر يا عظيمة القدر أنت خير من 1000 شهر أنت ميقات التنزيل والصبح قرآن أضاء القلوب كالبدر ليلة القدر أنت نور تجلى للذي أحسن الصيام وصلى وأقام الليل الطويل يناجي خالق الكون عنه لا يتخلى 1000 شهر من عمرنا لا تساوي ليلة مجموع الوضيء تدلى قد حباها الكريم فضلا عظيما يتسامى فوق المكان